الإنسان اللي يخاف من ربنا كل حاجة في الدنيا تخاف منه. لو عايز رزق من غير حساب وعايز مخرج من كل مشكلة حلها بسيط جدا. خلي ربنا قدامك في كل حاجة انت بتعملها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي هناك هتعديك من أخطر بوابة تفتيش في حياتك، فخليها معاك. نحط ايه بقى في الشنطة؟ نحط الصيام. احنا كلنا كنا الحمد لله صايمين النهاردة، والصيام ده عموما فرصة من أحسن الفرص في حياتنا كلنا، فرصة ما ينفعش تضيع. تعرف ربنا قال إيه عن الصيام؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يركن عمل من أعمالك على جنب ويقول لك خلي ده بقى لوحده علشان أنا اللي هحاسبك عليه حساب خاص. يا ريت لو نقدر نصوم أي أيام بره رمضان ما نضيعهاش، هنحتاجه قوي معانا في الشنطة. وعارف تحط إيه بقى في الشنطة كمان؟ الحاجة اللي أي واحد وصل هناك اتمنى إنه يرجع تاني علشان بس يحطها في شنطته. رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. دي الحاجة الصح الوحيدة اللي كل الناس بتندم عليها بعد الموت، هي الصدقة. اللي ما كانش بيتصدق هيندم، واللي كان بيتصدق هيندم لما يشوف أجر الصدقات بتاعته قدامه، فيقول يا ريتني تصدقت بكل اللي عندي. الصدقة هي بنك ربنا اللي بتحوش فيه فلوسك للآخرة وتاخد عليهم الفوائد بتاعت ربنا. وشوف بقى فوائد ربنا هتبقى كام في المية. لكن صدقني كل الفلوس اللي بتحوشها في بنوك الدنيا دي انت ما حوشتهاش، انت في الواقع صرفتها. واسمع بقى اللي كان فاهم الدنيا كويس قوي قال ايه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان ذابح شاه وأمر ستنا عائشة توزعها تتصدق بيها يعني، فهي رضي الله عنها شالت لسيدنا النبي الكتف بتاع الشاه لأنها كانت عارفة إنه بيحب الحتة دي قوي. فلما سألها عملت إيه في الشاه؟ قالت له ما بقي منها إلا كتفها. فسيدنا وحبيبنا قال لها إيه؟ بل بقي كلها غير كتفها. الحاجة الوحيدة اللي شالها النفس هي اللي بيعتبرها ضاعت. فيا سلام بقى لو حطيت في شنطتك صدقات باللي تقدر عليه. وانا مش هقولك اضغط على نفسك، بس صدقني مفيش فلوس بتنقص من صدقة.